طيبين. اوعى حد يغير لك الثوابت. كوبايه الشاي بلبن مع الكحك والبسكوت اول يوم العيد هي اهم حاجه بناخدهم، واحنا كمان بنحافظ على صحتنا. الهدف ابدا مش ان احنا نخس او نتخن، الهدف ان احنا نحافظ على صحتنا. ستاند اب هيلثي طول رمضان ماشيين على سنه الرسول في الطعام، 30 يوم سنه في طعامك. معقول يعني في العيد هنسى اقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام كان بياكل ازاي؟ الرسول يوم العيد كان بيعتاد على انه ياخد التمر قبل صلاه العيد، بياخد عدد فردي 1 أو 3 أو 5 أو 7، بيشق الريق على التمر، وكان بيذهب الى الصلاه من طريق وبيرجع من طريق تاني عشان يقابل اكبر عدد من الصحابه ممكن يقابلهم. ودي اول سنه معانا النهارده، واحنا اتكلمنا قد ايه التمر هو اكتر حاجه بتهيئ معدتنا وبتظبط سكر الدم، ان احنا هنبتدي ناكل. رحنا صلاه العيد ورجعنا، وهو ده بقى وقت كوبايه الشاي بلبن. هنحضر كوبايه الشاي بلبن، بس معاها كمان هنحضر مصدر للبروتين، فول، بيض، جبنه، اي مصدر للبروتين. هناخد الاول وجبه مليانه بروتين بطننا تتملي، وبعدها ناخد كوبايه الشاي ونسقسق فيها البسكوت. هتكون أكلت كحك وبسكوت واستمتعت وأكلتش كمية كبيرة، وفي نفس الوقت حافظت على صحتك وما بوظتش سكر الدم. سنن الرسول انه دايما كان بيحب يقابل الاحباب والاصحاب، وانا بنصحك انك بقى تاخد في ايدك باقي الكحك اللي موجود عندك في بيتك وتهدي بيه احبابك واصحابك، لانه طول ما هو موجود قدامك في البيت هتبتدي تاكل منه بكميه كبيره جدا. خلي عندك طبق يكفيك انت واولادك، والباقي وزعه. مش معقول يعني في حد هيقدر ياكل 3 و4 و5 كيلو من الكميات الكبيره جدا اللي موجوده في الكحك دي. واستنوني الفتره الجايه هقول لكم ازاي نتخلص من كل المشاكل اللي هيكون عملها الكحك والبسكوت والكنافه والقطايف. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. استمتعوا بالعيد وقابلوا اصحابكم واحبابكم وزوروا كل اللي تحبوهم واستمتعوا بكل حاجه نفسكم فيها، ولكن باعتدال. عيد سعيد عليكم، افرحوا وفرحوا احبابكم.